بكلمك وانا بشد في خد شعرك. بالك انا لساني طويل واعرف ارد عليك. لا سلك ايدي من شعري تعالي دول. لي شويه في الكلام. خلفك هيبقى زيك. ماشي، اسم الله عليك. اسم الله عليا، جايباهم معايا ولا ايه؟ الله، انت جيت امتى؟ يا سلام. امال يعني مش شايفه في ايدك لا اكياس ولا شنط ولا كحك ولا بيتفور ولا كاوتشات؟ هو انت يا ابني؟ هو الكحك والفودافون هشتري رقم؟ يا سيدي هات اعمل، يا جاري اطبخي يا سيدي وانا كل. والله ما ربنا يبعت حبه كلب. يعني هو احنا هنفضل اخر الناس دايما؟ احنا هنفضل اخر الناس دايما؟ ربنا يرزق. اخر الناس اللي يجيبوا هدوم العيد، اخر الناس اللي يعملوا كحك، اخر الناس اللي يعملوا اي حاجه كويسه؟ ربنا يرزق من عنده. ربنا هيرزق ان شاء الله. اما ربنا يرزق بقى يبقى نجيبه لك. والله انت ما بتخلقش، ملناش فيه، احنا ملزومين منك ومطلوبين منك. اطلع اسرق يعني؟ ما بقول لما ربنا يرزق. وربنا هيرزق انت ان شاء الله. مش عارف والله، ما اعرفش لسه، ما قاليش هيرزقني امتى. بص انا طهقت منك ومن فعلك، كل ولاد خالاتي جابوا حاجاتهم من بدري، ده الناس عملت تحت العيد من قبل رمضان يا اخي. والله الله انا بجد طهقت والله. والله اللي انت شايفاه بس. انا استحملت معاك بما فيه الكفايه. اللي انت شايفاه. ايوه، وفي الاخر جاي لي ايد ورا وايد قدام. اكبر ورب وعلي. ايه؟ انا من ضمن اللي كبرتيه وربيتيه ولا؟ والله يا ما انا مستحمله غلبك انت وعيالك. جاي لي ايد ورا وايد قدام. والله اللي انت شايفاه. الله العيد كلها 5 6 ايام وداخل علينا يعني. هتفرج ان شاء الله. موت يا حمار بقى اما يجي لك العليق. هو كده بالمنظر ده ربنا هيفرجها؟ ومنظرك ده ربنا هيجيه. والله يا سيدي انا عايزه ابقى زي بقيه البنات، كلك اللي بتوضب تاتو ضوافرها، واللي بتعمل خصل في شعرها، واللي بتشتري في هدوم، واللي بتفتي الكحك، انما انا ايه؟ قاعده حاطه ايدي على خد لما الافندي يحن عليا ويديني. والله بقى ما تفرج بقى بجيبها انا، انما ده بالله هتبقى ليله طيب. اوعى يا ابني من وش. انا مش عارفه والله، انا مش عارفه هي متعدله مثلا لكل الناس ومكعبله معاك انت بس؟ انا مش عارف انا والله، انت بتتكلمي ازاي كده قدام العيال؟ كلم المفروض ازاي؟ حتى تتكلمي بصوت واطي وتبقى هاديه شوي، المفروض تبقى قدوه والعيال. لا ده انا بشد في شعري. شد في شعري؟ ايوه كل الناس الظروف معاها متعدله ومعاك انت متكعبله ليه؟ والله انا مش عارف انت ازاي بتتكلمي كده قدام عيال، يعني انت المفروض عيب حتى تهدي شويه وتتكلمي باحترام وبادب. يعني ما انت ينفعش تعلي صوتك. انا بكلمك وبرد عليك بالراحه، وقلت اما ربنا يرزق. خد يا ابني حط الدواء ده مكاني. حاضر يا بابا. امسك. خد الدواء على الارض ده مكان اخر وديه مكان. يا بابا هو في ايه يا بابا؟ وروح هات ما قعدتش دقيقة يا بابا، هو في ايه؟ وما فيش غيري في الدار هنا يا بابا؟ لا والله انا مش شايف غيرك في الدار. انا كل شوية اروح هات كوباية مي، روح هات ما اعرفش ايه، انا قاعد ما قعدتش دقيقة يا بابا، هو في ايه؟ تعالى اضربني. خد الجزازة دي راخ. كمان مش عايز منك حاجه خالص. هو في ايه يا بابا؟ ما فيش غيري في الدار يا بابا، هو في ايه يا جماعة؟ انت بتكلمني يا ابني كده ليه يا ابني؟ اللي انت عايزه هجيبه لك. هتجيبوا لي انت بقى يا بابا، العيب فاضل عليه 5 ايام ان اهو يا شاء بابا. الله ربنا يهديك يا حاج. في ايه؟ انت بتكلم ابوك كده ليه؟ ازاي اصلا تكلم ابوك كده؟ هو الحاج عليه عشان مدلعه. اتفضل خش جوه. يا بابا يا بابا يعني عايزه لبس ادي اخر طيبتك مع اولادك، ايوه حاضر. ده اللي انت تستحقه منهم. هم عايزينه هجيب. اللي انتوا شفتوه ده مجرد سكتش. طيب انت انا كمروه دمي اتحرق في الفيديو وهو مجرد تمثيل. يعني ابني لو بيتعامل كده مع ابوه حقيقي انا هقطم رقبته. ابوه اصلا مش هيسمح له يتكلم معاه كده. ولو انا بعامل جوزي بالمعامله اللي شفتوها في الفيديو دي يبقى ما استحقش اشيل اسمه، يبقى هو غلطان لو فضلت في بيته يوم. طبعا كلنا في صغرنا بنبقوا شايفين نفسنا، وبتبقى الواحده مننا فاكره ان العمر مش هيمشي ولا الايام هتيجي، وبنرجع نلطم ونعيط. ابني بيكلمني بقله ادب، بنتي بتكلمني بجليطه، ابني بيعاملني بقله ذوق. انت ازاي تكلمني كده؟ انت ازاي تعمل ابوك كده؟ ده انا امه اللي سهرت وحفيت وعلمت وكبرت وسهرت
وحملته ورضعته وتعبت وحرمت نفسي. يكلم ابوه كده قدامي، يكلمني بالاسلوب ده؟ هو ده اللي الدين قاله؟ لا، مش هو ده اللي الدين قاله، بس هو ده اللي اقترفته يداك. تعالي. طبعا انت بتبقي شعيانه على اولادك وقرفانه وحياتك وشبابك افنتيه عليهم، واما بيكبروا بتلاقي منهم قله الادب وقله الذوق والكلام اللي بطريقه وحشه. عارفه ليه؟ هنتكلم في حاجه. انت عايزاهم يحترموكي، احترمي نفسك قدامهم. عايزاهم يحترموا ابوهم، ابدأي بنفسك واحترمي ابوهم قدامهم. احترمي جوزك، ولادك هيحترموه. انت بالنسبة لولادك الكربون اللي بيطبق عليهم طريقتك. صدقيني طريقتك بتبهت على ولادك. ولادك لاقوكي بتخافي من ابوهم ولو قدامهم، خوف تقدير مش خوف رعب. انا رايح المكان الفلاني، قديم ابوهم عليهم. احنا عارفين دلوقتي الستات في البيوت، معظم الستات الا من رحم ربي، الكلمة كلمتهم والشرا شريتهم، بس قدام ولاده قدميه. ما تمحيش شخصيته، مش تبقى انت الكل في الكل. انت الكل في الكل، بس قدام الناس وقدام ولاده هو الكل في الكل. عشان تبني طفل او شاب او ابن بار بيكي، بر ابوه اللي هو جوزك. احترامك لجوزك وتقديرك لجوزك هينعكس على احترام ولادك ليكي وله. مش هيبقى اسلوبك وحش مع ابوه وهو هيعامل ابوه وحش، لان انت بالنسبة لابنك او لطفلك زي ما قلتلك الكربون اللي بيطبع القيم والاخلاق. اما يلاقوا منك الاحترام لابوهم هيحترموكي. والكلام برضو للازواج، اللي بيقول لمراته يا عوره ولاده يلعبوا بيها الكوره، مش الناس يلعبوا بها الكوره. يعني ما تجيش تسب وتلعن في مراتك وعايز ولادك يقولوا لها يا ام الودوده. احترامك لمراتك هو اللي هيخلي ولادك يحترموها. عايزه اقول لك حاجه اخيره، واقول لك برضو حاجه اخيره. لا يفوح الطيب الا من الطيب.